غادي نعاود ليكم على هاد القصة كتعاود في دربنا قديم، قصة الحمام عيالات وزيارة الليل. جمع راسك معايا حيت هاد الشي كيوقف الشعر ديال الراس. المهم نبداو في القصة. هادي قصة ولا هادي ليلة ماشي بحال كاع الليالي. هادي واحد المرا سميتها لاله زهرة، كانت معروفة في الحومة بأنها عزيز عليها النقا بزاف، واحد الدرجة ما كتصورش. واحد الليلة ديال الشتا والبرد القارس، يعني كاين السمرة بزاف، بقى فيها الحال حيت ما سالاش، يعني ما مشاش الحمام. قالت مع راسها والله تنمشي للحمام، الدرب راه كيحلو بكري قبل الفجر، والعيالات باينات، عيالات الكبار اللي كيمشيو بكري يعني تينوضوا بكري ويمشوا. خرجت لاله زهره مع ديك 3:30 د الليل، والزنق خاويه وصوت الريح كيزفر. وصلات للحمام، لقات الباب موراه بوضو د الشموع، الفتيله خارجه منه والسخونيه طالعه. دخلت وبانت ليها القلاصه مولات الحمام. طبيعه الحال كاينه في بلايصتها، ولكن مغطيه وجهها بواحد الشال. زهره حطات حويجها، دخلت للحمام. ملي دخلت لاله زهره للسخون، لقات الحمام عامر، العيالات كيهضروا كيحكوا، الصوت السطوله والتقرقيب. ولكن كاين شي حاجه اللي غريبه وثارت الانتباه ديالها. دير واحد الوزعه، يعني واحد اللحظه البنت صغيره جات عندها وقالت ليها خالتي واش نحك ليك. زهره فرحات وقالت ليها ايه بنتي الله يرضى عليك اجي. وهي كتحك ليها زهره ردت البال باللي الهضره ديال العيالات دايرين بها ماشي بحال هضرتنا، وكلمات غريبه ومفهوماش، والضحك ديالهم فيه واحد الصدى كيرجع للفضليه الحمام اللي كيطيح فيها الماء في الركابي. يعني اللحظة صعيبة وهي لاله زهرة جالسة، طاح ليها الكاس د الماء وتبعته بعينيها حتى للأرض. وهي هنا فين غتوقع الصدمة اللي عمر غتنساها. شافت رجلين ديال البنت اللي كتحك ليها وديال العيالات اللي دايرين بها كاملين رجلين ديال المعيز، يعني مقلوبين، الضفار ديالهم كبار وطوال. تجمع الدم في لاله زهره وقلبها بغى يخرج من بلاصتو. عرفت راسها بالله راها وسط حمام الجنون والعياذ بالله، ولكن حيت هي مراه قاده وصباره ومديه وجايبه في الايام، عرفت باللي الا غوطات ولا خافت غيتهداو بها. هنا غيبان الذكاء ودعاء الوالدين. جمعات راسها وبدات كتقرا ايات الكرسي في خاطرها، وقالت للبنت بالصوت كيرجف وشويه ولكن مقاد: بنتي الله يرضي عليك، نسيت السطل الصغير ديالي برا في المشوار، غنمشي نجيبو ونرجع. ناضت بشويه وما بيناتش ليهم باللي راها عاقد، غير خرجت للمشور فين كاينين الحوايج. لقات اللاسه مازال تما. زهرة خطفات جليلة ولبساتهم كيف ما كان الحال، وهي جاية خارجة من الباب الكبير. ديك القلاسة هزات راسها وبان ليها وجهها ما فيه لا عينين لا نيف، ممسوح. وقالت ليها بصوت غليظ: كون ما قريتيش كلام الله وخرجتي حنينه كون دوزنا بيك ليله يا زهره. وانا زهرة غتجيها درس الحياة. داك النهار خرجت لاله زهرة للزنقة، كتجري تغوط حتى للدار، طاحت سخفات عند الباب وما فاقت حتى اللي وقت. من داك النهار الزهرة حلفات ما تقرب للحمام بالليل، وعرفات باللي الليل عنده مواليه والنهار عنده مواليه. هنا زهرة تعلمت درس في الحياة، ان شي اماكن خاصنا نحترمهم في الليل او لا نديروا منهم اتونسيون. كيش علاش المشاهدين راكم عزاز وديما تمشوش في بلاصه او خلاء فتعودوا بالله وربي عوين. نشوفكم في فيديو جديد. ما تنساوش دعم اخوكم ياسين باش نقدم لكم قصص زوينين. الا كتعجبوا ديال الرعب نقدم لكم ديال الرعب، ولا كتعجبوا ديال الاجرام نقدم لكم ديال الاجرام. المهم نزل على الرغبات ديال الجمهور ديالي، كلوا من العائله ونكبروا هاد القناه هادي. تنساوش بارطاج الفيديو، لايك، شي كومونتير زوين تشجعونا به.